البلاد حلم لكل شخص يطمح في الاستقرار والتأقلم في بلد متحضر ومتقدم يساعده في الوصول إلى ما يريد، لكن استراليا مع ذلك تمتلك مناخ كارثي للغاية بالنسبة للغرباء، فحتى أصحاب البلد هناك يعانون للتأقلم في بلدهم. والآن دعوني أستعرض معكم ما يمكن أن يحدث لأي مغترب أو حتى أصحاب تلك البلد المنكوبة. تابعوا معنا. قد تصادف ثعابين ضخمة تلتهم خفافيش عملاقة، وهذه الصورة تظهر افتراس ثعبان البيسون لخفاش الفاكهة بلا أي رحمة. تعتبر ثعابين البيسون هناك خطيرة للغاية وضخمة، وهي تتواجد بأعداد كبيرة ويمكنها التسلل للمنازل ومحلات الأغذية بسهولة، بينما تكون خفافيش الفاكهة الضخمة مسالمة ولا تلتهم إلا الفاكهة، ولكنها بالرغم من ذلك ذات مظهر مخيف وحجم ضخم تجعل الرعب يدب في قلوب أشد الرجال. سحلية بحجم ديناصور تتسلق جدار منزلك في استراليا، يمكنها تسلل المنازل بسهولة، وبأحجامها الضخمة يمكنها أن تسبب الكثير من الأذى لو تعرضت للمنع من الاقتحام. فتلك السحالي من الويلات المائية الكبيرة والتي يمكنها بكل سهولة أن تقتل كلب كبير بمجرد عضة واحدة من فكها القوي. الأفاعي قد تحتكر محلات الملابس في استراليا. في استراليا أثناء تجوالك لشراء ملابس لك أو لأطفالك قد تتفاجأ بمشهد كهذا دون أي مبرر، حيث أن الأفاعي يمكنها التسلل واتخاذ أي مكان لها للمبيت المجاني. قد تضطر لمصارعة الخفافيش الضخمة لطردها من حديقة منزلك. خفاش الثعلب أو خفافيش الفاكهة العملاقة موجودة هناك بكثرة، وتحب استيطان أشجار الحدائق والمكوث فيها، وللأسف الشديد كونك بطل لا يعد كافيا لطرد خفاش كهذا. بالرغم من أنه مسالم إلا أن عضته خطيرة للغاية، وقد تنقل داء السعار للشخص المستهدف، وربما توثق لحظات افتراس غريبة في حديقة منزلك. في تلك الصور المشهد حقيقي والأحجام أيضا حقيقية، فتلك الصور تم التقاطها بواسطة زوجين تفاجأ بهذا الثعبان الضخم وهو يلتهم هذا الخفاش. ده كان موضوعنا النهارده. أتمنى لو عجبك الموضوع ادعمني بلايك واشتراك. أشوفكم في موضوع جديد. سلام عليكم.